أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا وتتابعنا في عناوينها. العلاقات المغربية بين وضوح إسبانيا وضبابية فرنسا. ذكرى عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تعيد مطالب طرد الجمهورية الوهمية. العروسي يفكك رسائل خفية بكلمة الوفد المغربي المستنكرة للمس بالوحدة الترابية بالجزائر. الكبرانات يدقون طبول الحرب. لقاء أمني حساس جمع قيادات إيرانية وجزائرية، وأخبارنا تنفرد بنشر التفاصيل والصفقة العسكرية بين الطرفين. ونبدأ نشرتنا العلاقات المغربية بين وضوح إسبانيا وضبابية فرنسا، فيما يتواصل اليوم الخميس اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية الذي انطلق برئاسة عزيز نخنوش رئيس الحكومة المغربية وبيدرو سانشيز رئيس حكومة الجارة الشمالية. فإن في هذا الاجتماع ما يحيل على وضوح الإسبان في مقارنة قد لا تجوز بينهم والفرنسيين. لقد أنبرت إسبانيا إلى الوضوح في تعاملها مع المغرب، بينما لا تزال فرنسا قابعة في المنطقة الرمادية تبدي للمغاربة عينا من العسل وأخرى من الدود كما يقال، وهي لا تزال تظن نفسها وصية على المغرب مثلما هي وصية على دونه من بعض جيرته السيئين. ولا ضير من التذكير بأن اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية يأتي بعد أزمة عمرت بين البلدين لأشهر طويلة على خلفية استقبال مدريد إبراهيم غالي زعيم ميليشيا بوليزاريو في أبريل 2021، إلى أن انتهت هذه الأزمة في مارس 2022 بعد إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة في 2007 لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. لقد عمر شد الحبل بين البلدين الجارين بسبب ما اعتبره المغرب طعنة في الظهر من لدن بلد نسج شراكات استراتيجية مع المغرب، لكن الأمور تغيرت الآن، وبدا أن الود عاد بين المغرب وإسبانيا منذ أن بعث رئيس حكومة الأخيرة في 18 من مارس 2022 رسالة إلى الملك محمد السادس وصف فيها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الأكثر جدية ليفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وفي موضوع آخر، ذكرى عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تعيد مطالب طرد الجمهورية الوهمية. استطاعت المملكة منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في 30 من يناير 2017 والقطع مع سياسة الكرسي الفارغ التي تبنتها سنة 1984 تحقيق مجموعة من المكتسبات الدبلوماسية في الملف المتعلق بالوحدة الترابية. وساهمت الجرأة التي تعاملت بها الدبلوماسية المغربية على مدار السنوات الست لعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي في التعاطي مع مجموعة من القضايا التي تهم الاتحاد، بما فيها قضية الوحدة الوطنية. ولفت أستاذ العلاقات الدولية عباس وردي إلى أن المغرب نجح بعد عودته إلى ملء المقعد في إعطاء مجموعة من التوضيحات وبناء سياسة عنوانها الفعالية والجرأة في التعاطي مع القضايا المفصلية التي تهم الاتحاد الإفريقي. وسجل أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط أن هذه الجرأة مكنت من حصد مجموعة من الاعترافات بحاجية واقعية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وبناء جسر قويم عنوانه فتح قنصليات على مستوى مجموعة من الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوردي: نحن أمام إجماع إفريقي عنوانه الوحدة الإقليمية لجميع مكونات الاتحاد، وكذا التعاطي في إطار سياسة مهيكلة تروم رص الصف وعدم التعامل إلا مع الكيانات التي لها صفة دولة. كما أوضح أستاذ التعليم العالي ذاته أن المغرب نجح في إسماع أصوات مجموعة من الأعضاء على مستوى الاتحاد الإفريقي المنادية بأنه حان وقت طرد الكيان الوهمي، مؤكدا أن هذا النجاح مقترن بتلك النظرة الواقعية التي أصبحت للمملكة بمجموع قنواتها الدبلوماسية، ومفادها ألا مناص من التعاطي مع القضايا التي تهم الوحدة الإفريقية برمتها من دون قيد أو شرط. وفي موضوع آخر،
العروسي يفكك رسائل خفية بكلمة الوفد المغربي المستنكرة للمس بالوحدة الترابية بالجزائر. استنكر الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في الجزائر للحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة وما تضمنته من مس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في الاتحاد من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو فيه. وجاء استنكار الوفد البرلماني المغربي على لسان رئيسه محمد أوزين الذي بسط في مداخلة مطولة تجاوزت 18 دقيقة مواقف المملكة الراسخة من وحدتها الترابية. كما تضمنت مداخلة أوزين عتابا دبلوماسيا لبقا لمنظمة التعاون وللنظام الجزائري لقي إشادة من طرف متابع الشأن الدبلوماسي المغربي، وهو ما يجعلنا نتساءل عن دلالات وأثر ما قاله الوفد البرلماني من رسائل الأخوة والتشبث بالوحدة الترابية من داخل الجارة الشرقية للمملكة. في هذا السياق، اعتبر الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية وتسوية النزاعات عصام العروسي أن أوزين كممثل للبرلمان المغربي داخل مجلس التعاون الإسلامي يؤكد من خلال مداخلة دبلوماسية على المواقف الأساسية للمملكة، وعلى رأسها مطالبة منظمة التعاون الإسلامي بمراعاة المواقف المغربية وعدم النيل من الوحدة الترابية سواء من مداخلة جزائرية أو غيرها. وفي موضوع آخر، الكابرانات يدقون طبول الحرب. لقاء أمني حساس جمع قيادات إيرانية وجزائرية، وأخبارنا تنفرد بنشر التفاصيل والصفقة العسكرية بين الطرفين. لم يعد يختلف المحللون حول الاستعدادات العسكرية المبالغ فيها التي تعرفها الجارة الشرقية من أجل شن هجوم مسلح على المملكة المغربية. ورغم تأرجح التنبؤات حول تاريخ دخول جنرالات الجزائر المغامرة، فالجميع يضع سنة 2025 كحد أقصى لبدء الحرب الجزائرية على المغرب في ظل توافر مجموعة من المعطيات الأمنية، العسكرية والإقليمية وكذا الدولية. ووفق المعطيات التي توفرت للجريدة، ففي ليلة 28 من يناير من السنة الجارية حطت طائرة إيرانية من نوع AARBUSA 340-313 تابعة لشركة MERAJ Airlines الحكومية بمطار الجزائر العاصمة. وكان على متن الطائرة قيادات أمنية وعسكرية إيرانية كبيرة، أبرزها رئيس مخابرات الحرس الثوري محمد كاظمي المعروف الحاج كاظمي، قائد فيلق القدس القوة الضاربة في جمهورية خامنئي إسماعيل قاني، ومجموعة من الضباط والمهندسين العسكريين الإيرانيين في مجال التقنية والتصنيع الحربي بإيران. وحسب التسريبات التي تحصلت عليها أخبارنا المغربية، فقد تم الاتفاق بين الجزائريين والإيرانيين على إنشاء خط إنتاج إيراني بالجزائر للطائرات بدون طيار يكون الهدف منه التصدير نحو إفريقيا. كما تمت المصادقة رسميا على تكوين مهندسين جزائريين في ميدان تسيير الطائرات المسيرة عبر الأقمار الصناعية لاستهداف أهداف ثابتة وحتى المتحركة منها. وتعهد الجانب الإيراني بتكوين وتدريب ضباط جزائريين على استعمال التكنولوجيات العالية التكوين مثل تلك المستعملة في نظام التصوير الفرنسي بليدز، والذي يوفر صورا يمكن استخدامها لتحديد مواقع المنشآت العسكرية للدول المعادية. الطاقة الرمادية تبدي للمغاربة عينا من العسل وأخرى من الدود كما يقال، وهي لا تزال تظن نفسها وصية على المغرب مثلما هي وصية على دونه من بعض جيرته السيئين. ولا ضير من التذكير بأن اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية يأتي بعد أزمة عمرت بين البلدين لأشهر طويلة على خلفية استقبال مدريد إبراهيم غالي زعيم ميليشيا بوليزاريو في أبريل 2021، إلى أن انتهت هذه الأزمة في مارس 2022 بعد إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة في 2007 لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، قضايا المفصلية التي تهم الاتحاد الإفريقي.
وسجل أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط أن هذه الجرأة مكنت من حصد مجموعة من الاعتراضات